من افضل الاضاءه اللي ممكن نستخدمها في المطبخ عندنا هو التراك لايت ده، لان ببساطه هو شكله شيك جدا، تكلفته مش كبيره، وفي نفس الوقت بيديني اضاءه قويه جدا في المطبخ، وفي نفس الوقت انا اقدر اركز او اثبت الاضاءه دي على اي جزء انا عايزه في المطبخ. هقفل دلوقتي كل الاضاءه اللي موجوده في المطبخ واسيب بس التراك لايت اللي شغال، واوريكم ازاي استخدمنا اضاءه التراك لايت في المطبخ ده. انا كده قفلت كل اضاءه المطبخ وسبت التراك لايت بس. مبدئيا مسطره التراك دي طولها 2 متر، ركبنا فيها 4 كشافات. اول كشاف هنا ثبتناه على الحوض، وزي ما انتم شايفين الحوض منور تماما زي ما انتم شايفين كده. تاني تراك ثبتناه هنا على منطقه الميكروويف والفرن. تالت كشاف ممكن نجيبه، وده ركزناه او ثبتناه على منطقه البوتاجاز، وفي نفس الوقت نور لي على منطقه الرخامه اللي جنب البوتاجاز. الكشاف الرابع او الاخير نور لي هنا المنطقه بتاعه الفريزر والثلاجه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عشان كده بنصحكم لو عايزين اضاءه شكلها شيك في المطبخ في نفس الوقت سعرها كويس وبتدينا اضاءه قويه، ممكن تستخدموا التراك لايت.